وأتوجه إلى المداخلة الموالية. لو معنا الدكتور سليم قسطي. حاضر دكتور سليم؟ نعم. هل صوتي مسموع الآن أستاذ عرفات؟ صوتك مسموع. ممتاز يا دكتور، ممتاز. إذن الدكتور سليم سوف يتقدم لنا بمداخلة بعنوان النص الأدبي والفلسفة الموجهة للأطفال، زكريا سامر نموذجا. وكنت قد قدمت وأعيد تقديم أن زكريا سامر هو من بين الأدباء السوريين الذين كتبوا العديد من الأعمال العربية التي منها الجديد والقديم، وربما الدكتور سليم سيوضح لنا ذلك. تفضل دكتور سليم. شكرا لكم. لن أطيل في التنظير، فبالأمس قد تجاوزنا هذه النقطة، ولكن أحاول فقط أن أتحدث عن الفكر العربي الإسلامي والطفل. هناك دليلان. أولا الدليل الأول وهو أنه يرى بأن الطفل هو شخص ساذج. قد قال ابن مسكويه في كتاب تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق: إن نفس الصبي ساذجة لم تتنقش بعد بصورة، وليس لها أي رأي وعزيمة تميلها من شيء إلى آخر، فإذا نقشت بصورة وقبلتها عليها واعتادها صارت وثيقة. هذا فيما يخص أن الطفل عبارة عن مخلوق ساذج. أما علي بن أبي طالب فيرى العكس تماما، يرى بأن قلب الصغير كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته، لأن قلب الصغير أفرغ قلبا وأقل شغلا وأيسر تبذلا وأكبر تواضعا. الطفل فضولي، الطفل متواضع، والتواضع شرط من شروط التعلم. اثنان لا يتعلمان: الخجول والمتكبر. إذن من نعلم؟ نعلم الطفل. ماذا نعلمه؟ الفلسفة. لماذا نعلمه؟ لكل حاجة غاية، نعلمه التفكير. ولكن السؤال المطروح: كيف نعلمه؟ ما هي الوسيلة الناجعة كي نعلم الطفل مادة عويصة حتى على الكبار؟ الفلسفة. إذن الجواب هو في أدب الأطفال أو في الخيال. السؤال المطروح الآن: كيف يمكن أن نتفلسف بنص خيالي؟ النص الخيالي كما يسميه بول ريكور هو الاستعارة الحية، أو هو النص المخفي. الطفل من الخيال يعود إلى الواقع، ومن الواقع يذهب إلى الخيال. هناك تناوب بين الواقعين أو بين العالمين، عالم الخيال وعالم الواقع. أدب الأطفال مشكلة كبيرة، ليس فقط في العالم العربي ولكن في كل العالم قاطبة. ماذا نكتب للأطفال؟ كيف نكتب للأطفال؟ أدب الأطفال لديه جذور في الأدب العربي القديم، في ابن المقفع مثلا، في كتاب كليلة ودمنة. ولكن لماذا لم أستعمل كتاب كليلة ودمنة واستعملت كتابا آخرا أو مجموعة قصصية للكاتب السوري المتميز أو كاتب الأطفال بأصالة، وهو زكريا تامر، في مجموعة قصصية حديثة. وهذه المجموعة القصصية هي مجموعة كتبت عن طريق زكريا تامر، ولكنها في طبعتها كانت مصورة. إذن هناك الصورة وهناك النص. هذه المجموعة هي مجموعة رسائل مهملة. حتى العنوان أصلا فيه فلسفة، لأن قضية النصيحة أو النصح هو كل ما يؤخذ به. أما العنوان وما يسمى العتبة الأولى للنص هو عكسه تماما، نصيحة مهملة. سأقدم لك نصيحة، ولكن هذه النصيحة ستذهب إلى سلة المهملات. كيف يمكن أن نتعامل مع الطفل بهذا النص؟ هذا النص هو مجموعة قصصية متكونة من 20 قصة. 20 قصة، 19 قصة على لسان الحيوانات. قصة واحدة فقط تتحدث عن ملك. لماذا لم أخذ كليلة ودمنة وأخذت هذه المجموعة القصصية؟ لأن الطفل اليوم
يعني من بين الأساليب التي يمكن أن ندرس بها الفلسفة هو أن يكون النص مفهوما. اللغة، لغة حكايات الجليلة ودمنة للمقفع، هي لغة العصر العباسي، وهي لغة نوعا ما صعبة. إذا لا نتصرف في النص. في كتاب قصص مهملة لا نتصرف أصلا في النص، لأن النص سهل جدا، سهل جدا. أذكر بعض العناوين، هذه العناوين فقط يمكن أن تعطينا بعض المفاهيم الفلسفية. حتى نحن هنا يمكن أن نستخرج بعض العناوين الفلسفية. عشب أزرق، سماء خضراء. إذا من بين المفاهيم الأساسية وليست الوحيدة والتي أردت أن أقدم فيها يعني درسا نموذجيا، أو ليس درسا نموذجيا، وإن في الحقيقة الخطوات المهمة في هذا الدرس النموذجي، وهي مسألة الاختلاف، الأنا والآخر. أنا أردت أن أسميها مسألة الاختلاف لأن قضية الأنا والآخر هي يعني مفهوم نوعا ما عويص، نظرية الاختلاف ولو. إذا هذه الحصة يمكن أن نقسمها أو نستعمل ما يسمى بقضية المتتاليات. أعذروني لأنه هناك أشياء يعني المتتاليات. أخذ هذه المجموعة القصصية أقدمها للأطفال وأطلب منهم قراءتها. الهدف الأول هو القراءة، ونحن أمة في الحقيقة لا تقرأ. إذا أول هدف وهو أن ندفع الطفل إلى القراءة، وأن نجعله يقرأ شيئا يناسب عقله. أقصد يناسب عقله يعني قصص خيالية تنقله إلى عالم كل ما فيه جميل، عالم الحيوانات. يعود إلينا وسأقدم المشروع أو مشروع المتتالية. هذه المتتالية متكونة من 5 عناصر أو من 4 عناصر حسب قضية الاختلاف. الآن اخترت الاختلاف لأن هناك مفهوم العدل، مفهوم الديمقراطية، مفهوم الحرية، مفهوم العائلة، مفاهيم رائعة في هذه القصص 20. عناصر هذه المتتالية في قضية الاختلاف هي: ما هي أشكال الاختلاف مع الآخر؟ هل الاختلاف نعمة أم نقمة؟ لماذا نحكم على غيرنا؟ هل نرضى الاختلاف أم نغيره؟ إذا 4 عناصر للمتتالية. كل عنصر يجب أن يتكون من ماذا؟ من حصص. أخذ مثلا ما هي أشكال الاختلاف مع الآخر؟ أطلب من التلاميذ أن يسجلوا عناصر أو حصص هذه العنصر الأول من المتتالية. ما هي أشكال الاختلاف مع الآخر؟ الحصة الأولى الاختلاف في اللون. الحصة الثانية الاختلاف في الطبيعة. الحصة الثالثة الاختلاف في الذوق. الحصة الثالثة الاختلاف في الجسم. والحصة الأخيرة هي عمل جماعي بين الأفواج. قضية الأفواج إذا قمنا بعملية التفلسف مع الأطفال أحسن أن نقوم بها بالورشات، عملية الأفواج، ولكن أن نغير هندسة القسم. نبتعد عن الهندسة ما يسمى بهندسة الوجه لوجه، نقوم بهندسة دائرية حتى يكون الطفل هو المؤسس لهذه الحصة. الفوج الأول سيتكلم بطبيعة الحال عن الاختلاف في اللون، سيقدم آراءه مستندا، وهذا هو الأساس، مستندا لهذه القصص، على هذه القصص. هذه قصص خيالية يستند عليها لينتقل إلى الواقع، ما يسمى بالإسقاط. الاختلاف في اللون: عشب أخضر والعشب الأخضر صار عشبا أزرقا، اختلاف. السماء الزرقاء صارت سماء خضراء، في قصة من قصص نصائح المهملة. ينتقل الآن إلى الواقع. ما هو الواقع؟ الواقع هو مجتمع فيه الأسود والأبيض والأحمر والأصفر، فيه ألوان مختلفة. كيف يمكن للطفل أن ينتقل من عالم خيالي إلى الواقع؟ الخيال هو عتبة أولى للانتقال إلى الواقع، ومن ذلك يبدأ هذا الفوج في الحديث عن هذه الإشكالية، الاختلاف في اللون. الأستاذ هنا مجرد متفرج، إلا في حالة ما لم يجب التلاميذ بعض الأسئلة فهو مجرد مساعد فقط. الأستاذ هنا لا يحرك شيئا، الأستاذ هنا يجب أن يكون مع الجماعة. أما الذي يحرك هو الطفل. كيف يحرك؟ بإبداء الرأي أولا وبالاستماع إلى الغير ثانيا، وهذا من أسس الفلسفة وهو احترام الرأي. إذا هذه بعجالة فقط
قضية درس يعني نموذجي من خلال قصص مهملة أو مجموعة قصص مهملة لزكريا تامر. التوصية الوحيدة التي يمكن أن أقدمها هي ما دمنا نعتمد على نص الأطفال أو أدب الأطفال، يجب علينا أن نغير أو نبحث اليوم. في الحقيقة يعني لا نجد الكثير من القصص أو من الكتاب المتميزين العرب في أدب الأطفال. يعني هناك زكريا تامر، هناك البعض ولكنهم قلائل. لماذا؟ لأن أدب الطفل يعني إشكالية أولى، إشكالية أنه كيف نكتب للطفل وماذا نكتب للطفل. يجب علينا أن نغير أو يعني نتعرف على أساليب الكتابة للطفل. ما دام هناك نص للطفل يمكن أن تكون هناك فلسفة للطفل. شكرا. شكرا جزيلا دكتور سليم. ما دام هناك نص للطفل فإن هناك فلسفة للطفل، وهي كلمتك الأخيرة. ربما أدب الطفل ما زال حديثا في دولنا، وثمة من يكتب ولكن يكتب بمقدار ليس على كفاية وهو جيد. يعني لا يمكن أن يكون فيه الشروط البيداغوجية الأساسية، لأننا عندما نقول بيداغوجيا فإننا نأخذ بيد الطفل حتى نوصله إلى مهمته. أيضا لما لا كتابة للأندراغوجيا والأطفال الكبار حتى هم بحاجة إلى ذلك لتعليم معنى الفلسفة، لأن الفلسفة للطفل وللكبير وللجميع. نحن نريدها أن تكون مشاعة. شكرا جزيلا. نفتح باب النقاش لهذه الجلسة، فتتفضلوا. من له من أسئلة؟ معي عفوا. مرحبا. مرحبا. أنا نجلاء الخيرية من تونس. تفضلي دكتورة نجلاء. شكرا. عندي سؤال للمتدخل الثاني. شكرا للمتدخل الثاني، كانت مداخلة ثانية. نعم. هو أكد على استعمال القصة، هو شيء طبعا استعمال القصة هو مطلوب في الفلسفة الموجهة للطفل، ولكن أريد أن أقول له الفلسفة الموجهة للطفل بالنسبة لنا احنا في تونس لم تكن مقتصرة على قصة فقط. كان هناك أيضا الأفلام، المسرحيات، الرسوم. المفهوم أيضا. نعم. المفهوم أيضا منطلق من مفهوم ما. نعم، منطلق من مفهوم، بمعنى أن لا يختصر الورشة، لا تختصر فقط في القصة، معناها لديها عديد الأدوات والآليات حتى تقوم فقط. شكرا. شكرا جزيلا سيدتي. إذا الحضور موجود. هدى الكافي، هل أستطيع؟ مرحبا دكتورة هدى الكافي، تفضلي. مرحبا بك. رفعت صبعي بالطريقة الإلكترونية، أظن أنك لم تنتبهي لذلك. لا، لم أنتبه لأنني أستعمل هاتفي الجوال، عندي معطب في الكمبيوتر. تفضلي أستاذ. أوكي، شكرا لهذه المداخلات القيمة اللي سمعناها منذ حين، البارح واليوم أيضا. أنا الحقيقة باش نوجه بعض الملاحظات للأستاذ سليم، دكتور سليم، الذي تحدث عن القصة الفلسفية الموجهة للطفل. أشكره على المعلومة. أنا شخصيا لا أعرف زكريا سامر وعلى هذه الرسائل المهملة، وأكون سعيدة لو أجد في يوم من الأيام هذه الرسائل لكي أستخدمها في الورشات. ملاحظتي تتعلق بحديثه عن كيفية إدارة الورشة. يعني نعم، هو قال أن يعني في حديثه قال الأستاذ أو المنشط يبقى في دور المتفرج، أو أظن أنه لا يتدخل إلا في حالة إذا ثمة مشكل ما. يعني عندما نتكلم بهذه الطريقة قد يذهب إلى اعتقاد من لا يعرف
البروتوكولات التي تستخدم في الورشات قد يذهب في الاعتقاد أنه الورشة تترك لذاتها، وهو في الحقيقة هي لا تترك لذاتها. يعني كل طريقة معناها من الأسماء المعروفة، معناها مثلا دي في بي عن ميشيل أو طريقة ميشيل ساركوزي المأخوذة من عند الإسبان مباشرة، أو ليفين، أو يعني كل هذه الطرق أوسكار بوليفيه. يعني هي حتى سيدة هدى، حتى أني رجاء أتدخل، هو يقول لا يمكن أن نطلق عليه اسم ورشة، لأن الورشة عندها عدد معين كما تعلمين، وعندها أهداف وعندها بروتوكول، ولكن وكأننا نتعدى الورشة إلى حصة عادية في المدرسة بجميع الأطفال. يعني في حين أن الورشة، وهو أكد على كلمة الورشة، يعني أكد عليها، وهذا سؤالي الذي وهذاك علاش يعني الاختلاف بين ممارسي الفلسفة الموجهة للأطفال، يعني اختلافهم ليس في المبادئ العامة للفلسفة الموجهة للأطفال، وإنما في الطرق التي تنتهج في تسيير هذه الورشات. وبالتالي تجد أنه كل مختص يعني في هذه يعني يختار لنفسه طريقة، وهناك طبعا هناك حتى جانب الابتكار في تسيير هذه الورشات. لذلك هذاك علاش أنا نقول دائما أنه لا يمكن مثلا، معناها لا يمكن أن يكون هناك مجال للارتجال في إدارة هذه الورشات. يعني لا يمكن مثلا المعلم العادي الذي اعتاد على تدريس بقية المواد أن يقرر في يوم من الأيام أن يدير ورشة إيقاف فكري أو ورشة فلسفة موجهة للأطفال، بل هو يحتاج إلى تكوين مسبق على الأقل في منهج من المناهج، في طريقة من الطرق. يعني في جميع الحالات يعني مسألة المتفرج هو صحيح يبدو وكأن المنشط متفرج، ولكن هو ليس متفرج. يعني هو فقط تتغير مكانة ووضعية من يدير الورشة. يعني منشط، يعني الأستاذ مثلا عليه أن ينزاح عن جبة الأستاذ المعتادة أو عن جبة المعلم المعتادة لكي يلبس جبة أخرى مختلفة كل الاختلاف. دكتورة سمية، الدكتور قاسم المحبشي عنده سؤال على ما أعتقد رافع. تفضل دكتور قاسم. مساكم بالخير، وشكرا جزيلا للأستاذ محمد عرفات حجازي على هذا المؤتمر الجميل، وأحيي السيد الأستاذة الدكتورة سمية رئيسة الجلسة، أحيي المتداخلين. وأنا حريص جدا على متابعة المؤتمر لأني مهتم بالفلسفة والأطفال وأكتب في الموضوع. يعني لاحظت طبعا جلسة البارحة كانت نظرية، واليوم أعتقد أنها صارت تطبيقية. يعني قدمت أوراق جميلة جدا من الدكتورة وهيبة وأسماء والأستاذ سليم. كنت أتمنى من الدكتور سليم أن يحدثنا عن صورة الطفل في الثقافة العربية الإسلامية، لأنه أنا قرأت أكثر من مصدر أنه ما زال الثقافة العربية الإسلامية حتى المعاصرة تنظر إلى الطفل بأنه كائن قاصر، يعني كائن قاصر ولا يستوعب أي شيء. وكنت معجب جدا بالمداخلة الأستاذ محمد الطفل الساذج. ايوه الطفل الساذج. اعتقد انه الغزالي عنده تربية الولد، وفي مصادر كثيرة تتحدث عن الطفل باعتباره ما زال قاصر عن التعليم او الفهم او يعني الاسئلة. يا ريت الاستاذ محمد، يا ريت الاستاذ سليم يحدثنا، وبدي اساله يعني هل اطلع على المشروع الامريكي ماثيو ليبان، لانه هو تحدث عن التدريس عن طريق الروايه او القصه او الادب. نعم هو صاحب المشروع يعني. سليم قصدي. شكرا لكم على هذه الأسئلة القيمة. لم يكن سوء أدب من طرفي، لأني لم أشكر يعني كل الأسئلة، يعني معذرة لأنني قدمت المداخلة في البداية فشكرت، وفي الثانية يعني بدأت مباشرة أعتذر. فيما يخص في المحتوى، فيما يخص ملاحظة الأستاذة
نعم الملاحظة الأستاذة نجمة، نعم يعني لديك حق فيما يخص القصة يمكن أن نستعملها، نستعمل الأفلام والمسرحيات أيضا. يعني أنا في هذه المداخلة فقط ركزت على القصة، ولكن أعمل كذلك على المسرحيات وخاصة مسرحيات سعد الله والنوس. يعني كاتب سوري يعني في القمة، كاتب مسرحي في القمة، ولديه مسرحيات معروفة منها الفيل يا ملك الزمان، رائعة، يعني مسرحية رائعة جدا. أما فيما يخص الأفلام أقول بصراحة لا أستعملها أصلا. لماذا؟ بسبب واحد فقط. عفوا يا دكتور سالم، دكتور سالم أرجو المعذرة، لو ترفع مستوى الصوت قليلا. مستوى الصوت منخفض، وهناك من يطلب ذلك. حتى عندي في القاعة الصوت عندي منخفض. فقط يجب علي أن أخرج من هنا. رفع مستوى الصوت عندك بس يا دكتور سالم. هنا يمكن أن الآن هل تسمعونني؟ واضح. أنا أسمعك. معقول يا دكتور سالم، تفضل. نعم، فيما يخص الأفلام لا استعملها لسبب واحد فقط، وهو حينما يكون هناك الدبلجة. يعني صراحة أنا يعني لا أتأقلم مع الأصوات يعني، وكان الطفل لا يفهم إلا الصوت الساذج بين قوسين. يعني نكلمه كأنه يعني طفل خرج من بطن أمه. يعني هذه الأصوات تزعجني، لهذا لا أستعملها أصلا الأفلام. يعني يمكن أن يكون السبب غير منطقي، ولكن هذا يعني سبب شخصي فقط. فيما يخص الأستاذ كافي، أشكرك على هذه الأسئلة، ويمكنك أن تحملي قصص نصائح مهلة على الانترنت، وإذا أردت سوف أرسل لك رابط فيه كل قصص زكريا تامر بالتصوير. يعني قصص رائعة جدا في التصوير، وهي رائعة جدا. فيما يخص يعني يمكن أني قلت الكلمة عفوا يعني سهوا أو غلطا، يعني حين قلت الأستاذ سليم. نعم لأنها نعم جيد في حدث ليعم الجميع الفائدة. جيد لا حرج في ذلك. فيما يخص الأستاذ هو كمتفرج يعني عفوا، يعني هو منشط هو هنا لكي يوجه مداخلات التلاميذ حتى لا يكون هناك يعني فوضى، لأن المناقشات يجب عليها أن يكون هناك شخص يعني ليس بحارس، ولكن مجرد منشط فقط. قضية صورة الطفل في فكر العربي، نعم هو يعني كما قلت ابن مكسويه قال بأنه عبارة عن نفس ساذجة. وفي الحقيقة حينما نتكلم عن الطفل في الفلسفة العربية نتكلم أيضا عن المرأة في الأدب العربي. يعني قدمت نفسي أنا أستاذ لغات عربية وآدابها، لست أستاذ فلسفة، يعني ليس لدي الخبرة في هذا المجال، ولكن أقول فقط بأن الحديث عن الطفل والفلسفة يذكرنا بالحديث عن الطفل وعن الأدب والمرأة والشعر والمرأة. أن المرأة العربية يعني كانت ترفض أن تقول الشعر، لأن الشعر من فحولة الرجل. الآن تغيرت الأمور والحمد لله، صارت هناك شاعرات الراقيات. أما قضية الطفل ما زال الموضوع نفسه. الطفل نتحدث عليه فقط كمستهلك. قصص مؤدب أبناء ولدي هارون الرشيد دائما قضية النحو والصرف. أما ما يخص الفلسفة فهذا لا نجده أبدا في الأدب العربي. شكرا وعذرا على الإطالة. شكرا لكم جميعا، شكرا على هذه الإجابات الضافية.